السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملة لكم طواجن رز ولبن تحفة بأفكار جديدة. بجد يعني كل طاجن فيهم روعة. والطبق برضو اللي في الجنب بالبسبوسة والرز واللبن ده حاجة تانية خالص. إن شاء الله هيعجبكم كل الطواجن دي، والطبق كمان اللي فيه البسبوسة روعة. بجد هقول لكم على أفكار جميلة قوي محدش نزلها قبل كده بفضل الله. فتابعيني بذكر الله عشان تشوفي انا عملت ايه. ده رز ولبن يا جماعه بالكراميل، وكمان بالكريمه اللباني اهيت روعه. شوفي الكريمه عامله شغل جامد قوي. هقول لكم برضو كده صح وكده غلط علشان تعملوا الحاجه مظبوطه. يا جماعه غليت اللبن خلاص لازم تحطيه في حله تانية. افرضي ما حطيتوش في حله تانية هيحصل ايه؟ هيعمل لك كده حتته تحت. شوفي وبتطلع ازاي. شوفي تيجي تقلبي كده غلط. تيجي تقلبي هتتلاقي اللبن المحروق تحت طلع فوق الوش، فلازم تصفيه او تشيليه. خلاص ماشي. الصح ايه؟ الصح لا اما تعملي اللبن ني بس هياخد منك مدة طويلة في التقليب، لا اما تغليه في حلة وتكبيه اللبن في حلة نظيفة، وتقومي حاطة الرز طبعا انا غسلاه ومنضفاه ونقعاه، والمية اللي نقعتي فيها الرز طبعا ما رمتهاش ولا صفتها، لا انا كبيتها كمان في الحله اللي فيها اللبن وقلبتها. انا نقعت الرز كده. انقعيه يعني المده اللي انت عايزاها في الميه. طبعا قبل ما تحطيه في اللبن انقعي ساعه اتنين تلاته يوم نص يوم اللي انت عايزاه، لان انا عايزه الحبايه تفك في اللبن وتبقى عامله زي المهلبيه. خلاص تمام. انا حطيت عليه مع حبه ملح كده صغيرين، والسكر بقى بالكميه اللي انت عايزاها. لو انت عايزاه يبقى مظبوط يبقى معلقة ممسوحة ملح ومعلقتين سكر. خلاص ماشي. لو انت بتحب الحاجة حادقة، بتحب الرز اللبن يبقى فيه طعم الملح شوية، يبقى تحط الملح بس مش هتحط سكر. بصي ده باختيارك بقى وبراحتك. اهم حاجة احنا بنقعد نقلب الرز واللبن لغاية ما يفك معانا الرز في اللبن. خلاص ماشي. بعد كده ونسيبه ونوطي عليه. دلوقتي هنعمل الكراميل. هتحطي كوباية سكر وموازي ليها كوباية ونص لبن عشان الكراميل يبقى عندنا جميل. بس طبعا احنا ما بنحطش اللبن الا ما الكراميل يسيح خالص. كده بيسيح خالص السكر ده لوحده. انت بس لو انت بتسوي بس تهزي بس الطاسة، غير كده ما تعمليش. بعد كده ما تحسي ان هو صح خالص خلاص قلبي خالص بالمعلقة الخشب، مفيش اي مشكلة. خلاص تمام. الرز ولبن شوفوا يا جماعة لسه عليه لبن كتير، فاضطريت ان انا اقلبه. تقلبيه تاني لما لغاية انا عايزة اللبن فيه بس مش بالكمية الكبيرة دي. اللبن فيه سنتي صغنون. مش 3 سنتي في لبن وتحت الرز لا. هقلبه لغاية ما يبقى متظبط وطبعا متوطى عليه. دلوقتي الكراميل فك معانا اهو وبقى جميل جدا. بنحط بقى اللبن عليه. خلاص فك خالص. خلاص نحط اللبن. هتحطي اللبن ممكن يتكتل معاكي مفيش اي مشكله، هتقلبي فيه هتتلاقيه خلاص فك وبقى جميل جدا. كتر التقليب هيفك معاكي وهيبقى حلو ما تقلقيش. اهو شوفي ما حطيت اللبن فك وبقى جميل اهو. ما شاء الله. زودي لبن كمان، انا كل شويه بزوده لغايه ما يتظبط معايا زي ما انا عاوزه بالحجم اللي انا عاوزاه. بوريك الرز واللبن جميل جميل جدا. مش زي الرز الابيض اللي احنا بنطبخه تعمليه كده تتلاقيه اتبدر معاكي لا ويتلم لا. الرز واللبن لازم يكون سايح ولازم يكون دايب في اللبن. الرز يفك خالص. تمام. انا بقلب الكراميل كده عشان ما يتحرقش من جنب وجنب لا، عشان يبقى كله سوي واحد. تحطي بقى حتة زبدة. تحطي انا بحب السمنة البلدي قوي، بحط حتة السمنة البلدي. هتحطي 3 معالق. طبعا المعلقة مفرودة ولا ممسوحة. بس هتحطيهم مليانين كده حلو. وهتقلبي كمان على رشة فانيليا صغيرة جدا. الكراميل هيبقى تحفة معاكي. كراميل بجد هيبقى ريحة وطعم جميل جدا. وتقلبي على طول. لو حسيتي ان هو تقيل جدا ومتكتل معاكي زودي لبن. زودي لبن هيبقى حلو قوي وهيبقى متظبط معاكي ما تقلقيش. هيبقى جميل جدا. هتجيبي الطاجن كده وهتحطي فيه الكراميل من تحت. كراميل كده طبقة كراميل حلوة. تحطي الطبقة اللي انت عايزاها.
هيبقى كراميل فوق الوش وكراميل تحت خالص في الطاجن. بصراحة اللي بيحب الحاجة مسكرة، مسكرة قوي، ياكل الطاجن ده بأمانة، هيعشق الرز واللبن. اللي بيحب السكريات قوي. شوف الرز واللبن جميل ازاي، مش مفرفط زي الرز بتاعنا الرز الابيض اللي انت بتاكليه، لا. شوفي عامل ازاي، بجد تحفة، بجد جميل قوي. كل ما تكتري اللبن في الرز بيبقى جميل قوي. بصي على فكرة اللي انا حطيته ده كفاية، عارفة لو زودت عن كده مسكر جدا جدا جدا. اللي بيحب الحاجة المسكرة بقى حطي الكراميل كله، لكن اللي بيحب الكراميل خفيف لا، حطي حبة صغيرين. خلاص تمام. هنعمل كمان بعد الطاجن ده ان شاء الله. الطاجن ده تحفة يا جماعة. هحط الرز واللبن، الرز واللبن ده اساس عندنا. بقية المكونات انت بتحطها على الوش او بتحمريها زي البسبوسة، بس تابعوني معاكم، تابعوا معايا علشان اوريكم البسبوسة اتعملت ازاي، لان لها حركات. لكن الطاجن ده انت بتجيبي الرز واللبن، بتحطيه في الطاجن، وبتحط عليه كريمة لباني أو كريمة الطبخ. بصراحة يا جماعة الطاجن ده كان هو وكمان المانجو كانوا مكتسحين كل الطواجن التانية. بصراحة ده حلو جدا. الكريمة اللباني أو كريمة الطبخ على الوش كده وتحطيها روعة. وبعد كده هتحطيه عليه جوز الهند أو سكر زي ما انت عايزة. وبعد كده هنحمر الطاجن ده في الفرن. ممكن بهذا الشكل تحمريه، او هتحطي سمنة على الوش يتحمر في الفرن. هسيبه كده على جنب عم نعمل الطاجن بتاعنا التاني. المانجو التحفة، المانجو برضو روعة. هنعمل في الطاجن ده ان شاء الله، هنعمل المانجو، هنعمل البسبوسة. خلوكم معايا بذكر الله كده، نذكر ربنا لعلها ساعة استجابة. هنعمل دلوقتي ايه البسبوسة، بس انا هعمل بسبوسة بطريقتين. ده اول طاجن لينا في البسبوسة. هحط السمنة كده وافرجها في الطاجن كله، في الجوانب وفي كله، عشان ده هيتحمر، ده هيتحمر في الفرن. هنبدأ بقى نحط البسبوسة عندنا اهي، السميد اهو هنحطه على السمنة. دي الطبقة الأولانية. هنحط السميد كده، عايزاها بقى تخينة، عايزاها طبقة رقيقة كده رفيعة صغيرة مش حجمها عالي. بصي دي بإيدك بقى اللي انت عاوزاه. نحط لما نحس ان هي بقت طبقة حلوة كده. هنحط عليها الرز واللبن. بتحب الحاجة المسكرة شرشر عليها شوية شربات. تمام. انا حطيتها كده بصراحة، بس كانت جميلة قوي. طبعا انا لازم اعمل مساحة، لان لسه هحط كمان بسبوسة، لان احنا عندنا 3 طبقات: طبقة بسبوسة، طبقة رز ولبن، طبقة بسبوسة تانية على الوش. تمام. ده برضو كان الطاجن ده كان حلو برضو جدا. هسويها كده، هسوي الرز واللبن كله. هنحط بقى البسبوسة تاني. مع البسبوسة دي ممكن بقى تحط سكر بودرة او سكر عادي خالص برضه، لان كل ده هيبقى في الفرن فهيسيح، فهيبقى جميل قوي. طبعا لازم تضغطي عليها. وكمان برضه لسه هنحط اللبن، برضه هتتظبط، يعني هتبقى جميلة ان شاء الله. زي ما حضرتك شفتوا في اول الفيديو، فكانت البسبوسة جميلة ازاي، كانت متماسكة وحلوة جدا. هحط اللبن، البسبوسة تتشربه ويبقى طعمه كمان تحفة. لو عايزة تحط كريمة لباني يا جماله، الطاجن ده مش هتسيبيه، هتاكليه ما شاء الله تخلصي عليه. حلو جدا لو حطيتي كمان بدل اللبن ده كريمة لباني، هيبقى طاجن روعة. هنحط بقى بعد ما حطينا اللبن كده، تحطي سمنة على الوش كده، تبقى حلوة كده ويتحمر فيها بإذن الله ويبقى جميل. يبقى عندنا الطاجنين اللي هم جنب بعض دولت هيتحطوا في الفرن، هيتحطوا من تحت ومن فوق. الطاجن التاني ممكن تحط عليه كمان السمنة وجوز الهند، اختياري براحتك. بس بصراحة كده طعمه جميل قوي، البسبوسة عليها جوز الهند بتبقى طعمها جميل قوي. وعلى حتة بقى زبدة او حتة اي دهون عندك، يعني سمنة بلدي، سمنة هولندي، اي سمنة ممكن تحطيها. يبقى الطبقين دول انا بشاور لك هيتحطوا في الفرن.
خلاص تمام. هنجيب بقى الفخمة عندنا المانجو، هنحط زي ما احنا عارفين الرز واللبن، وبعد كده هنقطع المانجا شرايح وهنحطها على الوش. عايزه احط عليها شربات على الوش كده جميل قوي، مش عايزه خلاص يبقى كده الطاجن ده خلص. بعد كده ما خلصناه هنحط بقى ونشوف احنا عملنا ايه مع بعض كده. عملنا اللي بكراميل ده هيتحط في الفرن يا جماعه، وعملنا المانجو، وعملنا بالكريمه اللباني، وعملنا بالبسبوسه. البسبوسه طبعا بحط عليها هوت السمنه عشان احطها في الفرن. تمام. دي الحاجات اللي عملناها على فكرة. لسه مكملين، لسه مكملين مع بعض، لسه في طبق تاني خطير، لسه الرز واللبن معانا، لسه كده احنا ما خلصناش. انا بوريكم بس احنا عملنا ايه. احنا عملنا 4 طواجن اهو، الطاجنين في الفرن والطاجنين خلصوا، عملناهم كده على البارد اهو، بعد ما عملنا كله على النار في البوتاجاز. ده عملت الشربات اهو، الشربات اللي انا قلت لكم عليه هنحطه على المانجا، بجد حلو قوي. وطبعا برضو نفس الشربات ده هحطه بعد ما البسبوسة تطلع ان شاء الله من الفرن. خلاص تمام. طيب الطبق بقى الرابع هنعمل ايه؟ هتجيبي صينية وهتحط فيها حبة سمنة حلوين كده بلدي من ايدك كده، حلوين جدا، وهنفردهم في الصينية. انا هعمل دلوقتي ايه؟ هعمل البسبوسة اللي هتبقى قطع علشان نحطها جنب الرز واللبن. هنعمل بسبوسة كده بطريقة سهلة جدا اهو. حطينا كمية البسبوسة بقى اللي عندك، يعني حط كوباية كوباية ونص على حسب حجم الصينية. خلاص تمام. انا بعملها بمنتهى السهولة، بس اهم حاجة عندي اللي انت تبطني الصينية بالسمنة كتير عشان لما تيجي تشيلي البسبوسة ما تلاقيش لازقة وما تطلعش وتتهرد معاكي، لا لازم نخلي بالك من التكات دي. تمام. طيب حطينا البسبوسة، هنحط ايه؟ كوباية لبن، او تبع كمية البسبوسة يا جماعة ممكن نص كوباية لبن. شوف انا حطيت عملت ايه، عملت بحط اللبن بالتدريج، بالتدريج خالص. ولو انت خايفة تلزق منك خلاص هاتي طبق وحطي البسبوسة السميط، وحط عليه السمنة وحط عليه اللبن، وبعد كده افرديه بالمعلقة كده وسويه. خلاص ماشي زي ما انت عاوزة. بعد كده حطيتها في الفرن طلعت بالمنظر ده. حطيت بصراحة 3 صواني جنب بعض، اللي هو الطاجنين وصينية البسبوسة. البسبوسة هحط عليها الشربات كده وهستناها لما تشربه خالص، وبعد كده هقطعها مكعبات ان شاء الله او مربعات كده. تمام. دولت الحمد لله خلصنا اهوت ال4 طواجن، طاجنين اتحمروا. ده بقى البسبوسة اللي احنا عملناها من فوق ومن تحت وفي الوسط رز ولبن اهي، جميلة جدا وطعمها حلو قوي. ودول يا جماعة البسبوسة اللي انا عملتها في الصينية معاكم، حطيت منها 3 قطع كده جنب الرز واللبن العادي خالص، كده بيتاكلوا الاتنين جنب بعض. افرضي حد مش بيحب الطواجن كده، لا ممكن جنبها الحتة البسبوسة جنبها الرز واللبن وياكل. ودي كمان دي عندنا هيت بوريكم اهو، كله دقته جميل جدا، كلهم تحفة. بس اللي كتري فيه بأمانة البتاع الكريمة اللباني، وكمان المانجو والبسبوسة برضو حلوة، والكريمة اللباني جميلة جدا. الكراميل للناس اللي بيحبوا الحاجة مسكرة قوي يبقى لهم جميل قوي، واللي بيحبوا الحاجة بقى كده ايه يعني بسيطة كده وحلوة وحاجة رقيقة كده، يبقى البسبوسة وجنبها الرز واللبن ويطعموا الاتنين من بعض برضو تحفة. كله بصراحة 10 على 10، جميل قوي قوي. وانا قلت لكم الحاجات المميزة والحاجات العادية وكل حاجة، انا مسبتش حاجة اللي ما قلتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.